قول لي بقى انت منين؟ أنا من الصعيد، منين يعني من الصعيد؟ من العشي. من العشي. طيب دي فين بقى، في اي حته يعني؟ ده في طيبة. ايوه يعني الاقصر ولا اسوان ولا؟ الأقصر في طيبة. في طيبه الاقصر. ايوه صح. طيب قولي بقى، احكي لي كده اللي حصل. الفيديو اللي احنا شفناه ده اللي انت بطل فيه ده، اللي عبرت عن كل كلامنا وكل مشاعرنا. قولي بقى انت قابلتهم ازاي وفين وقلت لهم ايه وقالوا لك ايه واحكي لي كله. أنا كنت جاي من عند، كنت مسخر لأمي، كنت يعني رايح مشوار لأمي في السوبر ماركت. ها. وجيت ها. وعدت على صاحبي عشان عدى عليه، عشان أبوي مدرس لغة عربية، وعدى عليه قلت له أنا لا بكتب الواجب مع أبوي. حس ما أنا رحت له وقال لي والله تعبان ومخنوق وحقك علي. جيت رديت عليهم السلام ها. زي متعود من انا وصغير يعني. فايه اللي حصل بعدين؟ فانا جيت لما رديت عليهم السلام، هم قالوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انت قلت لهم سلام عليكم. ها. حس ما قالوا لي انت مصري ولا سوداني؟ قلت لهم انا مصري. وانتوا فلسطين؟ انتم من فلسطين؟ قالوا ايوه. حس ما قلت لهم احنا مش عارفين من فلسطين، ودي فلسطين دولة عربية وستظل عربية، وفلسطين بإذن الله هتتحرر. ولما قالوا لي احنا دخلنا مستشفاك، قلت لها دي مش مستشفيانا، دي مستشفياتكم انتوا. ايوه، ازاي بقى جات لك في ذهنك دي لما قال لك احنا شكرا ان احنا جينا مستشفياتكم؟ قلت لكم دي مش مستشفيات، دي مستشفياتكم انتوا، صح؟ قلت لهم ايه كمان؟ وقلت لهم احنا اللي ضيوف عندكم. ايوه، عجبتني قوي الكلمه دي. وبعدين بعدين لما قلت لهم احنا ضيوف عندكم، ده كان احساسك بجد؟ والله محدش قالولي ولا حد من المصريين. انت حاسس انه بيتهم فعلا، صح؟ عشان هم يستحقوا. اي. عشان اول القبلتين وثالث الحرمين وكل الديانة، يعني مش بتكلم لك على الديانة المسلمة، وكنيسة القيامة في فلسطين. يعني الدول العربية كلها بتشرف بفلسطين، صح. والقيامة هتقوم في فلسطين. وجيت انا لما قلت كده انا لما هو جاي يديني 20 جنيه، انا قلت لهم مش عاوز منكم الجنيه ولا نص. ليه؟ عشان انا بحس نفسي بتاع فلوس، انا عاوز يعني احسهم انهم انت بترحب بيهم بجد يعني؟ انا عاوزهم احسسهم انهم في بلدهم، ومش غرب. اي. فقلت عشان هم انت اسمك ايه؟ عمر. عمر. فلما بس انت يا عمر في الفيديو كنت بتتكلم بحماسه كده، كنت يعني كنت بتتكلم كده بحماسه. كنت ايه، متضايق عشانهم؟ كنت ايه يعني الحماسه دي؟ انت عندك كام سنه؟ 12. 12. يعني انا حاساك كنت منفعل كده، يعني متضايق عنهم ان هم يعني زعلانين ان هم جايين من ارضهم ومتعذبين. ايوه انا زعلان عليهم عشان اللهم طهر بيتك من الانجاز بتاع القدس. وانا مش عاوز برضك فلسطين تقعد كده، وانا عاوز برضك فلسطين تتحرر، وعاوز اسرائيل الارض تتزلزل تحت اقدامهم. يعني عاوز كل حاجة تحصل، بس مش في وقت في واحد، يعني واحدة ورا واحدة، واحدة ورا واحدة. أنا عاوزهم بس يموتوا إسرائيل كلها، إنها دولة يعني يهودية صهيونية احتلت مصر قبل كده. وبرضك الحمد لله لما وقفت الدول العربية مع بعضها احتلت جزء من مصر. احتلت جزء من مصر، سينا. الحمد لله يعني لما الدول العربية اتفقت، الأردن ومصر والعراق تقريبا، ومنعوا منهم البترول، ما هزمناهم. وبإذن الله
الدول العربية ستتفق وتوافق مع فلسطين وتغلب إسرائيل بإذن الله، تغلب إسرائيل وأمريكا. طب انا عايزه اسالك سؤال، بعد ما قلت لهم دي مستشفياتكم مش مستشفياتنا، قلت لهم ايه تاني؟ لما قلت لهم يعني أنا قصدي بعبر عن إيه هنا. لا يعني بعديها قلت ايه؟ اسمع الفيديو. هم جاء واحد إلى فين 20 جنيه الراجل الكبير. ما رضيتش انا. طب ليه؟ انت بتقول لهم انا مش بجاملكم عشان تدوني فلوس يعني. معناها كده. انا بتكلم، انا عاوزكم تكونوا سعداء في مصر، ما تكونوش زعلانين يعني. ادي اللي قصدي من الكلام ده كله، وانا عاوزهم باذن الله. عارف ليه بقى؟ عشان انت مصري اصيل الله يبارك بجد. فيك.